تخيل إنك تحاول تخرج من بيتك وتكتشف إنك مش عارف. ميكي الفار كان بيحاول يزق نفسه بره الجحر، بس بطنه كانت أكبر من الفتحة. عيونه اتفتحت في صدمة وقال بخوف: إزاي ده حصل؟ من زمان ميكي كان فار صغير وخفيف، بيجري ويلعب ويدخل الجحر بسهولة. لكن مع الوقت حاجة اتغيرت. ميكي بقى يحب الأكل، جبنة، عيش، حبوب، وكان دايماً ياكل لوحده من غير ما يشارك حد. الفيران التانية كانت بتقوله: يا ميكي سيب شوية لغيرك، بس هو كان يضحك ويقول: ما تقلقوش، أنا عارف بعمل إيه، كله بجيبه بشطارتي. ومع كل يوم ميكي كان بيتخن أكتر من كتر الأكل، وبطنه كانت بتكبر أكتر، وهو ولا واحد باله. وفي ليلة هادية سمع صوت حركة، خاف حد يجي ياخد الأكل اللي محوشه. ميكي جري بأقصى سرعته ناحية الجحر، حاول يخرج يشوف، زق، لف، لكن مفيش فايدة. الجحر صغير وهو كبر. ميكي قعد جوه، قلبه بيدق بسرعة وعينه مليانة ندم، وقال بهمس: طمعي هو اللي عمل فيا كده، من كتر ما بحب الأكل أديني هتحبس معاه باقي عمري. بعد شوية الفيران التانية رجعت وساعدته، ووروه فتحة تانية آمنة. ميكي حس بدفء عمره ما حسه قبل كده. ومن اليوم ده ميكي اتغير، بقى ياكل باعتدال ويشارك أصحابه، وعمره ما نسي الدرس: اللي ياكل لوحده يتعب، والمشاركة بركة. أصحابي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.